دي كمية السينابون. عايزة اوريكم حاجة. بصوا 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 الطراوة بتاع السكر ده هنا ناشف. شوفوا سامعين زي الكرملة كده. شايفين الكرملة بتاع السكر من تحت. العجينة هشة وجميلة وملهاش حل. وده نفس الكلام. بصوا بصوا سمعتوا؟ مش عارفة اقطع لكم ازاي. العجينة مش مستحملة امسكها. شايفين؟ شايفين حاجة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده هو غالبا هنمسك الاول طريقة العجين بتاعتنا. هنعملها بأبسط المقادير. اي حد في البيت يعرف يعملها. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اول حاجة دول بيضتين وكيس بيكون بودر. طيب هنا ايه؟ هنا بصوا مش عارفة لا اهي. شايفين المنظر ده؟ طبعا احنا اكيد عرفنا المنظر ده. خميرة ومعاها شوية سكر علشان تنشط بس تنفع الخميرة. طيب ايه اللي هنا ده؟ دي قشطة وش لبن عندك. تمام. انا كده كده بحوش يعني على طول. ما عندكيش حتة سمنة، ما عندكيش حتة زبدة، ما عندكيش شوية زيت بس ما يكونش لهم ريحة بس عشان العجين. ان ربنا رزقك بيه في البيت. تمام. حلة الدقيق دايما بنعمل ريحة الحلة. الناس اللي بتقول لي انت بتعملي كمية كبيرة، انا بعمل كمية كبيرة عشان انا بفرزها بحطها في الفريزر. تمام. وطبعا انا اسفة مرة تانية عشان صوتي بايظ. هوريكم بقى. كل مرة كنا بنعجن بلبن. وهنا المفاجأة الكبرى. هنا بقى ايه؟ هنعجن بشرش الجبنة. المية اللي بتنزل لما بنعمل جبنة ضاني او جبنة حليب اللي بنعملها في السد او حتى لو هتعملها في اي حاجة يعني. دي الشرش بقى بتاع الجبنة. وعلى فكرة شرش الجبنة مبقاش مملح، بيبقى عادم. وطبعا هنا القشطة حطيت نصها في اول العجن والنص التاني حطيته في الاخر لميت بيه العجينة. وهنا دول البيضتين. طبعا البيكنج باودر يا جماعة هنحطه كالعادة مع الدقيق. والعجينة مش مسكرة لان انا هعمل منها جزء حادق وجزء حلو. هنشكل بقى النهاردة العجينة هنعملها على 3 اجزاء. اول جزء ده هناخده السينابون، والجزئين التانيين هنعملهم بلوك واحد زي بعض بالظبط بنفس الطريقة. وفي الاخر خالص هنروح مقسمينهم. هنا بقى نزلنا البيض ونزلت الخميرة ونزلت الشرش بنزله شوية بشوية على حسب ما العجينة تحتاج، بالاخص لما يكون ما عنديش غير كمية الدقيق اللي قدامي. بنزل قليل بقليل لحد ما العجينة تظبط معايا، عشان لو نزلت كتير مرة واحدة هبقى محتاجة ان انا احط دقيق. لو ما عنديش دقيق يبقى انا كده بدبس نفسي في كمية اكبر. فالافضل ان احنا نحط شوية قليلين بشوية قليلين لحد ما ايه العجينة تكمل معانا. وهنا ايه العجينة مسكتها ظبطتها شوية بشوية لحد ما نمت معانا. والجزء المتبقي من القشطة اللي في العلبة دوت اخدته لميت بيه العجين لحد اخر العجين لحد ما بقت 100 معانا. وكده بعد ما خلصنا عجين. ودلوقتي بعد ما العجينة اختمرت بص المنظر. اكبر عجينة في مصر هتشر. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بصوا شايفين؟ واو العجينة بسم الله ما شاء الله عليها عاملة زي الملبن. بصوا يعتبر ما بتلزقش شوية، ما بتلزقش في الايد. تلزيقة بسيطة خالص. هناخد منها جزء نعمل شوية سينابون كده حلوين. وبعد كده هوريكم برضو بقية العجينة ايه الحاجات اللي هنعملها فيها. وكده انا فردت قطعة العجينة اللي انا هعملها ايه سينابون. شايفين بسم الله ما شاء الله عليها العجينة عاملة زي والله ما لاقيه لها زي كده. بعد ما فردنا السمنة هنفرد ايه الخلطة بتاعتنا دي. طبعا قرفة وسكر وكاكاو.
خلطة عجينة مع الزبدة على فكرة ترجع تحط. تعالوا بقى اوريكم العجينة بعد ما سيبناها شوية عبال ما عملنا السينابون، وده من نجاح العجينة على فكرة. شوف احنا قعدنا هبطنا فيها قد ايه، مع انه والله خميرتها ما كانتش كتير وريحتها تحفة. هنسمي الله الرحمن الرحيم بس شدية. وهوريكم بقى ايه الخطوة اللي هعملها هتخلي العجينة دي تحولها لسحر. كل دي ماما بصوا حبايب قلبي، انا عملت طبقة العجينة الاولى اهي. بصوا عملت نص العجينة ورجعت حطيت عليها النص التاني من فوق. طبعا ده عشان الكمية انا عندي كبيرة. من فوق عملت النص بس اهو، ده النص ده من غير زبدة. هعمل ايه بقى؟ هاخده ربع ساعة اهو، ربع ساعة بس في التلاجة. وهنا ده شكل السينامون بعد ما اختمر، شكله جميل وكان هش وبسم الله ما شاء الله عليه روعة. وهنا ده جزء من العجين اللي انا اخدته عشان اعمله بالسكر، بدبقه في قلب بعضيه علشان الزبدة كل مدى تكتر معايا الطبقات جوه العجين اكتر واكتر. بقى في الوقت ده انا كنت مدخله السينامون الفرن. طبعا مسكته عملته بالشكل ده كده قدامكم لحد ما ايه عملته طبقات كتير. وبعد كده هروح ابص على السينامون وارجع اجي اكمل الحشوات. جزء هنعمله بالسكر ونص العجينة التاني هنعمله هيبقى حادق ما بين التونة ام فلفل والجبنة. ده شكل السينامون. وهنا بقى بعد ما طيبنا السينامون ورجعنا تاني للعجينة بعد ما ريحناها وطبقناها كذا ظرف. بصوا بوريكم شكل الطبقات من جوه. هنعمل شوية بالسكر. وهنا عملت نفس فكرة السينامون بس بالسكر لوحده، والعجينة نفسها انها اصلا متورقة بالزبدة فمحتاجتش احط زبدة. دي مربى التفاح او اي نوع مربى، بما ان يعني البيض غالي فكفايه يعني كده زبده وسمنه وعلى فكره ان اللي انا عاملاه ده الصينيه لو حط بقى الحشوه هنا اهي. اعتبري حته العجينه دي زي الايه الساندوتش، بس احنا عايزين نقفلها من الجنبين عشان بس ايه شويه ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا بعمل ايه خلطة الجبنة بالفلفل والطماطم والحشوات زي ما انا ما قلت لكم براحتكم يعني.